كل الخريجين يجمعوا هنا علشان هنعمل مجسم بنوتة بتتخرج من الفوم بطريقة سهلة جدا. فيلا نشوف الطريقة. اول حاجة بدأت من تحت لفوق وبدأت بالقدم. احتاجت كورتين فل صغيرين، بدأت اقسمها بالعين كده ل3 اجزاء، وقصيت الجزء الثالث وثبت الكورة على القاعدة، ومن الجنب كده قطعتها زي ما واضح كده علشان اقدر اثبت الكورتين في بعض بالشمع زي ما ظاهر معايا. بثبتهم كويس جدا مدة كافية لان الشمع مع الفلين مش بينشف بسرعة. جبت قطعة من الفوم الابيض وجبت المكوى على درجة حرارة عالية، وبدأت اسخن الفوم واشده على الكورتين بالطريقة دي علشان اثبتهم من الجناب ويغطي معايا شكل الشوز اللي انا عايزة اعملها. لو المكوى بتاعتكم ضعيفة زي اللي معايا كده بتسخنوا جنب جنب وتشدوه وتثبتوه بالشمع علشان يبقى اسهل معاكم. وبعد ما بنخلص بنشيل الزوايد زي ما واضح معانا. ولو في اي جوانب من الفوم مش متثبته كويس بسخنها واشدها كويس على المكوى. هجيب مستطيل من الفوم الاسود او اللون اللي تحبوه، وبالمقص هبتدي اعمل عليه رسمه القلب علشان يبقى شكل الشوز من قدام زي ما واضح كده. وطبعا بكون اخده مقاس الدوران كويس علشان ابدا اثبته على الشوز كلها بالشمع زي ما واضح كده. ممكن تعملوا اي شكل تاني للشوز زي ما تحبوا، بس انا حبيت اغير شويه واعمل الشكل ده. ممكن تعملوا شكل الشوز اللي عملناها في طمطم او اي فكرة تانية. بعد ما بثبتها كويس ده بيبقى شكلها كده من كل الاتجاهات. كان عندي كده مقص زجزاج بدأت اقص بيه على فوم جليتر شريط كده علشان ابتدي اثبته على طرف الشوز من تحت بالطريقة اللي واضحة. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الافكار الجديدة. بعد ما خلصت الشوز جبت مستطيل طويل من الفوم بلون البشرة وبدأت احط شمع علشان اثبت عليه اعواد الشوي بالطريقة دي، وابتدي الف رول كده علشان اعمل ساق القدم بتاع البنت. بعد ما بلفها كويس وثبتها بالشمع جبت مستطيل من اللون الابيض وابتديت الفها على الساق علشان تبقى الشراب، وبدأت اثبتها في القدم زي ما واضح كده بالشمع. وكمان ثبت شريط الزجزاج ده على الجزء ده كده علشان اكمل بقية شكل الشوز. وكمان حطيت شمع على القاعدة وبدأت احط مربع من الفوم علشان اداري القاعدة ويبقى الفينش بتاعها حلو. بعد ما بثبتها كويس جدا والشمع ينشف بجيب المقص وابتدي افرغها من كل الجوانب علشان تبقى مظبوطة معايا. وكمان عملت فيونكة بالفوم الجليتر وبدأت اثبتها، وكررت نفس الخطوات دي في القدم التانية. بعد ما خلصنا القدمين يلا بينا نطلع لفوق شوية وهنعمل مع بعض الجسم. جبت كورة اكبر شوية من القدم واصغر شوية من الراس اللي احنا هنستعملها، وبدأت اقص التلت بتاعها زي ما واضح كده، وجبت فوم نص دايرة علشان ابتدي اثبتها واعمل الجسم اللي انا عايزه اوصله. وعلشان اعرف اثبت النص الدايره بدات اشيل الزوايد بالطريقه دي كده علشان يسهل عليا وانا بثبت الشمع بالطريقه دي. هثبتها بنفس الطريقه اللي واضحه دي بالظبط علشان يطلع الشكل اللي انا عايزه اوصله في النهايه. مقاس النص دايره اللي احنا هنستعمله بنفتح البرجل على مقاس مقارب لشكل الدايره اللي احنا مستعملينها، ونبتدي نعمل نص دايره كبيره علشان نقدر نجيب المقاس اللي احنا عايزينه. جبت ساق القدمين وبدأت اقطعها بالقطر بالطريقة دي كده بزاوية مايلة علشان اقدر اثبتها في الجسم زي ما واضح كده، وعملت كده في الجزئين بتوع الجسم. بعد ما ظبطت مقاساتهم كويس وبقوا طول واحد هبتدي بقى اثبتها في الجسم اللي احنا عملناه بالطريقة دي. وانا بثبتها اخد بالي كويس ان هما يبقوا متثبتين قصاد بعض بالظبط وما يبقاش فيه اي خلل في المقاس، واثبتهم بالشمع على الجسم كويس علشان يبقوا ثابتين معايا وما يتحركوش. وعلشان اعمل الرقبه جبت مستطيل من الفوم بلون البشره وبدات ابرمه كده على عيدان الشوي زي ما واضح كده، واثبتها كويس بالشمع وادخلها في الفتحه اللي موجوده دي وادخلها في الكوره واثبتها كويس بالشمع. انا هنا عاملاها طويله شويه علشان اقدر اتحكم في الطول اللي انا عايزاه. علشان ابدا اعمل الملابس بتاعه البنوته جبت شريط مستطيل من اللون البينك او تختاروا اللون اللي انتوا عايزينه. بدات اتني التنايات دي بالطريقه دي واثبتها بالشمع كويس علشان اعمل الكسر بتاعه الجيبه بتاعه البنوته زي ما واضح كده. ولو طول الفوم مش مكفي معانا بنوصله بالجنب بالشمع وبنكمل شغل عادي بكل سهولة لحد ما نخلص طول الجيبة اللي احنا عايزين نوصل. بدأت حطيت شمع على الجسم واثبت الجيبة بالطريقة اللي واضحة دي كده من كل الجوانب علشان اسويها كويس، وممكن بالمكوى او اي حرارة ننيم الكسر دي عشان تبقى مظبوطه معانا. وعلشان اعمل البلوزه جبت مستطيل من الفوم الابيض او اي لون تحبوه، واخدت رسمه القلب بالمقص الزجزاج بالطريقه دي كده من فوق وعملت 7 من تحت، وبدات اثبتها من الجناب بالطريقه دي كده علشان تبقى ثابته معايا. كده نبقى عملنا طقم للبنوته بكل سهوله. يلا نعمل الروب التخرج. جبت قطعه من الفوم باللون الاسود، قطعه كبيره اطول شويه من المقاس الطقم بتاع البنوته اللي احنا عاملينه، وبدات اضمه كده علشان اخد المقاس ده بتقيسوه على حسب حجم البنوته والعروسه اللي انتوا عاملينها.
بتاخدوا عليه مقاس الروب اللي انتوا عايزينه. بدأت اثبته كده من الظهر واخد المقاسات واعمل الياقة بتاعة الروب بالطريقة الواضحة دي واقصرها على المقاس اللي انا عايزاه. ثبتها كويس من الجناب بالشمع زي ما واضح كده علشان تبقى ثابته ومظبوطه معايا، واخدت دوران من تحت علشان يديني شكل للروب اشيك. جبت شريط من الفوم الجليتر باللون الجولد علشان اعمل الشريط اللي بيتلبس على الروب، وبدأت اقصه 8 كده من تحت علشان يديني الشكل الروب اللي انا عايزه اوصله. ممكن كمان تكتبوا على الشريط ده تاريخ التخرج والاسم كامل زي الحقيقي بالظبط. هتكتبوا بايه؟ تكتبوا باي الوان فلوماستر هتكتب معاكم بكل سهوله. تعالوا بقى نعمل اليد والدراع بتوع البنوته. جبت سلك ده بيتني بكل سهوله، حطيته على مستطيل من الفوم، رسمت عليه كف الايد وبدأت ابرمه كده رول علشان يديني شكل الدراع اللي انا عايزه اوصله، وشلت الزوايد وثبته بالشمع زي ما واضح كده. وعلشان اعرف اثبتها في الجسم ويسهل عليا تثبيتها جبت القطر وبدأت اقصها بالطريقة المايلة دي زي ما عملنا في القدم بالظبط علشان اعرف اثبتها في الكتف. وجبت مستطيل من الفوم الاسود علشان اعمل الكم بتاع الروب، وبدأت احط عليه شريط من الفوم باللون الاسود علشان اعرف اقفله كويس ويبقى التقفيل معايا نضيف ومفيش اي كلكعة شمع زي ما واضح. الفكرة في ان هي بحط شريط جزء منه على الطرف ده والطرف التاني بيكون بره، بحط عليه شمع واثبت عليه الطرف التاني، ده بيدي فينش حلو وتقفيل حلو. وباخد بالي من الكم اللي انا عايزة اعمله ان هو بينزل على واسع من تحت، يعني من فوق هعمله مظبوط ومن تحت هينزل على واسع. وكررت نفس الخطوات دي في الجنبين، بحاول كده اثبتهم واعرف شكلهم واماكنهم اللي انا عايزة اثبتها فيها بشكل مبدئي، وبعد كده بحط شمع وابتدي اثبتها على الكتف زي ما واضح كده. انا اتعمدت ان انا اثبتها تحت الياقة علشان تدي فينش حلو ويبقى الشغل معايا مظبوط وكويس. بعد ما ثبتهم كويس بدأت احرك الايد على الحركة اللي انا عايزاها علشان ابتدي اخليها تمسك شهادة التخرج زي ما واضح. بعد ما خلصنا تقريبا الجسم كله يلا نطلع فوق شوية ونعمل الدماغ. جبت كورة من الفل بمقاس اكبر من الجسم وبدأت ابططها كده من جنب واحد علشان يديني شكل الوش. جبت كوباية وجبت المكوة وجبت كمان ورق فوم بلون البشرة علشان ابتدي اسخنه واشده على الكورة علشان يديني لون البشرة وشكل الوش اللي انا عايزة اوصله. بعد ما شدتها كويس واخدت مقاس كل الاطراف ببتدي اثبتها بالشمع بالطريقة دي كده من كل الزوايا علشان تبقى معايا متقفلة حلو والفينش يكون كويس. وبعد ما بخلص بشيل كل الزوايد بالمقص، ولو في اي اطراف مش متظبطه كويس بسخنها على المكوى واشدها تاني بالشمع. بعد ما خلصت الجنب ده هنبتدي نعمل ارضيه الشعر، وهي ان جبت جزء من الفوم باللون البني وبدات اسخنه على المكوى واشده على الكوره من الجنب التاني بالطريقه دي، وثبتها بالشمع بنفس الطريقه وشلت الزوايد بعد ما ثبتها من كل الاطراف. الجزء ده بيبقى كويس جدا لارضيه الشعر وبيداري شكل الفلين، حتى لو الشعر خفيف فهو بيداري. بعد ما اقص زوايد الفوم كويس جدا بجيب شريط من الفوم علشان اثبته على الفواصل ما بين اللونين علشان تداريها وتدي فينش حلو. ممكن تغيروا لون ارضية الشعر ويبقى اسود على حسب اللي يعجبكم او اي لون تاني. بعد ما خلصنا تغليف الرأس كلها هنبتدي نرسم الملامح. جبت من اعواد الشيش الشوي دي بدأت احدد العيون واحدد مكان الفم علشان ابتدي الونها. جبت لون اكريليك ابيض وبدأت احدد شكل العيون اللي انا عايزة اوصل لها واللي انا رسمتها بالخلة. تقدروا ترسموا العيون والملامح بالشكل اللي انتوا تحبوه، بس انا حبيت ارسم بالطريقة دي. بدأت كده احط نني العين باللون الازرق، تقدروا تختاروا اي لون تاني على حسب اللي يعجبكم. وباللون البني بدأت ارسم الرموش بتاعة العيون وفي الاخر كملتها اوف كاميرا. بقية الملامح للأسف ما تسجلتش، بس اكيد هتعرفوا ترسموها بكل سهولة لان هي سهلة جدا. ممكن تستغنوا عن طريقة الملامح بالرسم، ممكن تركبوا عيون متحركة او ممكن تعملوها بورق الفوم هتكون اسهل. يعني هتقصوا ملامح، هتقصوا حاجب، هتقصوا عيون، هتقصوا كمان الفم بالفوم بطريقة سهلة جدا. وده بقى كده شكل الملامح بعد ما خلصتها. كملت العيون والحواجب وكمان الفم. شكل العيون اكتمل وكمان حطيت ضي في نني العيون. بدأت احط شمع على الرقبة بكمية كافية علشان ابتدي اثبت الرأس في الرقبة بالطريقة الواضحة دي. بدأت اضغطها بالطريقة دي لحد ما الشمع نشف وثبتت كويس. وعلشان نعمل الشعر بدأت اجيب مستطيل باللون البني واقطعه شرايط كده لحد اخر الورقة. بدأت اقطع الورقة كلها شرايط كده علشان تديني
خصل الشعر بتاعه البنوته، وطول الشعر تقدروا تتحكموا فيه بالطريقه اللي انتوا عايزينها. بعد ما خلصت الخصل كلها هجيب عود الشوي واجيب 3 خصل بالطريقه دي وابتدي الفها على عود الشوي واعرضها الحراره. ممكن تعرضوها الحراره عن طريق بيبي ليس او مكوى او ممكن شمعه، تقدروا تختاروا الطريقه اللي تناسبكم. بدات امشي عليها البيبي ليس بالطريقه دي علشان يديني شكل الكيرلي اللي انا عايزه اوصله، وبكرر نفس الخطوات دي في كل الخصل وكل الشعر اللي انا عايزه اعمله. تقدروا تتحكموا في الشعر ان كان كثيف او خفيف. انا كررت نفس الخطوات لحد ما خلصتها وعملت منها كميات. عملت 2 من جنبين الشعر اللي قدام، والجزء اللي من تحت عملت 2، والجزء اللي من فوق عملت 2 بس اطول شوية. هتفهموا كل ده واحنا بنثبت الخصل على الشعر. الاكستنشن او الخصل القصيرة بدأت اثبتها من تحت بالشمع بالطريقة دي لان هي قصيرة، والاطول هتبقى فوقيها لان هي هتديني طول القصيرة. هتفهموا واحنا ثبت القصيرة من تحت بالطريقة دي كده، وكملتها بالجزء التاني زي ما واضح معانا. حبيت شعر البنوتة يكون كيرلي احسن من الليس في الفوم، بيبقى مش واضح قوي، فالكيرلي بيبقى شكله احلى واقيم اكتر في الفوم. بعد ما ثبت الخصل الصغيرة هبتدي كده اثبتها واسويها كويس وارتبها، وبعد كده اثبت الخصل الاطول شوية. ثبت الجنبين زي ما واضح كده. فهمتوا لما عملت الاتنين اطول شوية من الخصل اللي تحت علشان تديني نفس طول الخصل اللي تحت وتكون نفس المقاس. بعد ما ثبت الشعر كويس هبتدي اثبت جنبين الشعر بالطريقة دي، وهي عن طريق نصين. ثبت النص الاولاني وبثبت النص التاني بالطريقة الواضحة دي. لازم يكونوا الاتنين نفس الطول ونفس المقاس علشان يديني شكل مظبوط ومتساوي. وبدأت اثبتهم كده الاتنين على الجنبين بالشمع لان هما كانوا طايرين بالطريقة دي. وده كده شكل البنوتة اكتمل جميل جدا، شكلها تحفة حقيقي والشعر طالع مظبوط. وممكن كمان تظبطوه عن كده، ممكن تطولوه او تقصروه على حسب اللي يعجبكم، بس ده الطول المناسب اللي انا شايفاه. علشان بقى اعمل كاب التخرج جبت مربع من الفوم الجليتر ومستطيل من الفوم الجليتر، وبدأت اقص الفوم الجليتر بالطريقة دي كده علشان يديني شكل الكاب بتاع التخرج. بعد ما قصيته واخدت المقاس بتاعه كويس بثبته بالشمع زي ما واضح كده علشان ابتدي اثبت عليه المربع، بس بعد ما اخد مقاسه كويس. وكمان تقدروا تتحكموا في عرض المستطيل زي ما تحبوا، عايزينه عريض او رفيع على حسب اللي يعجبكم واللي يناسبكم. هبتدي احطها على الرأس بتاع البنوتة وابتدي احط عليها الغير الامير ده علشان اثبت عليه بقية الكاب من فوق ويبقى الشكل معايا اكتمل. وكمان بثبت الجزء المستطيل ده في الشعر او الدماغ علشان يبقى ثابت معايا كويس. بدأت اثبت الجزء التاني من الكاب بالطريقة دي كده واظبطه كويس. لازم يكون الزاوية بتاعة الكاب من قدام زي ما واضح كده، يعني ال8 والزاوية بتاعة المربع لازم يكونوا من قدام. جبت شريط من الفوم الجولد وبدأت اقصه شرايط رفيعة كده علشان اعمل الشراشيب اللي بتبقى في كاب التخرج. وكمان حطيت غيرة وبدأت اثبت شريط جولد برضو، وبدأت الف رول كده علشان يديني شكل الشراشيب اللي انا عايزة اوصل. ولازم اخد بالي ان الشريط يكون طويل علشان يبقى نازل من الكاب من فوق. وبثبت الاطراف كويس جدا، وبعد كده بحط شمع على الجزء اللي من فوق واثبته في الكاب كده زي ما واضح علشان يديني الشكل الحقيقي للكاب. وجبت دايرة من الفوم الاسود وحطيت عليها شمع وثبتها فوق الشريط، وبكده عملت نسخة من كاب التخرج الحقيقي بالظبط. ممكن تزودوا اي تفصيلة تانية لو تحب. وده كده شكل بنوتة التخرج بعد ما خلصتها. حقيقي شكلها جميلة جدا، على قد ما خطواتها ممكن تكون كتيرة شويتين، بس حقيقي النتيجة تستاهل. ممكن كمان تبتكروا في شكلها وتزودوا فيها حاجات وتغيروا فيها حاجات تانية على حسب اللي تحبوه. ممكن كمان تخلوها مقاربة لشخصيتكم علشان تبقى شبهكم وانتوا بتتخرجوا. بجد طلعت تحفة جدا، كنت عاملاها لواحدة صاحبتي تخرج. حقيقي هي طلعت جميلة زيها. مستنية اعرف رأيكم واشوف تطبيقكم للفكرة.